تشرفت اليوم بترأس لقاء تواصلي حول تنزيل الطابع الرسمي اللغة الأمازيغية. هذه سنة كنا هنا في مدينة الخميسات وطلقنا عدد ديال المشاريع المهمة. اليوم رجعنا أيضا في مدينة الخميسات باش نوقفوا على الإنجازات اللي داروا وأيضا نطلقوا مشاريع جديدة. أمثلة الإنجازات: كاين اليوم 460 عون اللي هما متوفرين في اللهجات 3 الأمازيغية في المحاكم، في مراكز الصحة، في مختلف جهات المملكة اللي تيوفروا الإرشاد للمواطنين باللغة الأمازيغية. كاين أيضا أكثر من 60 عون في مراكز الاتصال اللي تعطيو المعلومات للمواطنين عن طريق الهاتف. كاين الترجمة الفورية للجلسات العمومية مجلس المستشارين، الترجمة الفورية ديال ندوات ديال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيضا دعم العدد ديال المهرجانات، تشوير ديال عدد من الإدارات، أكثر من 3000 علامة ديال التشوير اللي تم الترجمة ديالها إلى اللغة الأمازيغية. واليوم طلقنا مشاريع جديدة الهدف ديالها هو تعميم هذه المشاريع وأيضا مشاريع جديدة. فأكثر من 1600 عون اللي غادي توفروا في مختلف الإدارات في مختلف جهات المملكة دائما من أجل إرشاد المواطنين باللغة الأمازيغية. ترجمة ديال المواقع الإلكترونية ديال 10 ديال الإدارات باش يكونوا باللغة الأمازيغية باللهجات اللغة الأمازيغية. كاين أيضا تكوين إدراج الأمازيغية في مراكز التكوين الفلاحي وأيضا إدراج الأمازيغية في برامج محو الأمية. وهذا الورش كبير ومستمر إن شاء الله وحنا خدامين عليه بما فيه من الأهمية للمغاربة كاملين.